اهلا وسهلا في فيديو جديد. النهارده هنجرب طريقه تانية لتنظيف الكراسي القماش بعد ما عملنا الطريقه اللي فاتت في كرسي السواق. فلو انت زي حالاتي والطريقه دي ما نفعتش معاك هتشوف ليه دلوقتي، ممكن تضغط على المستطيل الابيض اللي فوق ده او اضغط على لينك الفيديو اللي فات تحت في الوصف. هتحتاج خل وبيكنج باودر وميه وعلبه علشان تحطهم فيها وتعرف ترشهم. هتحط الاول الخل على البيكنج باودر وترجهم كويس، ما تقفلش العلبه عليهم قوي علشان تفاعل الصوديوم بايكربونات مع الاسيتيك اسيد اللي هو الخل يعني هيطلع الصوديوم اسيتيت، ده المنظف اللي هنستخدمه وده اللي ريحته وحشه، وكمان هيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون. فما تقفلش العلبه عليهم قوي عشان تسمح للضغط جوه العلبه انه يخف شويه، والا هتفضل تطلع لوحدها. وفي نفس الوقت ما تفتحهاش على الاخر والا هيحصل لك زي ما حصل معايا دلوقتي. يفضل تلبس اي حاجه تحمي ايدك بيها لان الصوديوم اسيتيت ماده قاسيه شويه. بعد ما خففتهم بالميه العلبه ما كانتش بتطلع حاجه لان المنظف اتحول اغلبه لماده رغويه، فكانش المفروض اسيبه يطلع كل الضغط زي ما عملت لان الضغط ده كان هيخليه يطلع اسهل. بعد كده هتعمل زي الفيديو اللي فات بالظبط، ترش كميه معقوله وتدعك بالفرشه عشان تدوب الوساخه، وبعدين تمتص الوساخه دي بقماشه مايكرو فايبر، ومهم قوي انها تكون مايكرو فايبر، ودي هتلاقيها في محلات المنظفات والسوبر ماركتات الكبيره، ولازم كمان تبقى ناشفه ونضيفه علشان تمتص الوساخه ومتحركهاش من حته لحته تانية في الكرسي. بعد ما عملت الجزء اللي تحت في الكرسي لقيت تقريبا ما فيش حاجه نطفت، فما كملتش على الظهر، نشفت اللي انا عملته كويس، ومع اني ما عملتش الكرسي كله الا ان قلب ريحه العربيه. بالمناسبه ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو بتاع تعطير العربيه، هتلاقوا برضو اللينك في الوصف تحت. فباختصار طريقه البيكنج باودر ما نفعتش معايا، بس ده مش معناه انها مش هتنفع معاك، وفي ناس تانية جربتها ونفعت معاهم. بس لو هتعملها فاعمل حسابك تخلي شويه ضغط في العلبه اللي هترش بيها، ما تخففوش قوي زي ما عملت، ما تخففوش قوي بالميه يعني، وربنا يعينك وتستحمل الريحه. ما نضيفش معاك ما تضغطش جامد قوي بالفرشه، لان زي ما هنشوف دلوقتي بعد ما الكرسي ما نشف اكتشفت اني مسحت بعض المناطق في الكرسي بقى لونها ابيض زيادة عن اللزوم. ممكن توفر على نفسك التعب ده كله وتعمل بالطريقه الاولى اللي هو الفيديو اللي فات. في الاخر اعمل لايك شير الفيديو على قد ما تقدر، لو لسه جديد اشترك في القناه. انا ابراهيم احمد، اشوفك الاسبوع الجاي.